السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي الخاصة في تحضير الحسوات البلبلات ديال الشعير أو التيشا، كل واحد وشنو كيسميها، بالأعشاب والزرارع وبدون حليب. فصراحة كتجي أكثر من رائعة، صحية ولذيذة في نفس الوقت، وكذلك مناسبة لهذا الفصل. فخليكم معايا لآخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاج تقريبا 31 ملي من الزيت، أو ما يعادل تقريبا 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. من الأفضل أننا نستعملو زيت الزيتون. وهنايا عندي كأس من البلبلة ديال الشعير، أو لا كتستعملوا الكمية على حسب الرغبة أو على حسب عدد أفراد الأسرة، وكذلك كتختاروا النوع اللي كتفضلوا. فكاين النوع اللي رقيق، وكاين المتوسط، وكاين الغليظ. فأنا هنا استعملت النوع الغليظ. فهذه بلبلة بلدية، البلبلة ديال الشعير. فكما قلت كتستعملوا على حسب الرغبة. وبالنسبة للأعشاب اللي غادي نستعمل مع هاد الحسوة هادي، فهنايا عندي واحد نصف ملعقة صغيرة من اليازير أو لا إكليل الجبل اللي حكيته فقط ما بين اليدين. وعندي كذلك واحد القليل من فليو، فكتستعملوا القياس اللي بغيتو اللي كتفضلوا من فليو. وهنايا عندي جوج الانواع ديال الزعتر. فهذا النوع الاول الزعتر العادي اللي كلنا كنعرفوه، اللي كتكون الاوراق ديالو كبيره. وبالنسبه للنوع الثاني فهو زعتر بري اللي كتكون اوراق ديالو رقيقه، وكتكون فيه واحد رائحه عطريه رائعه جدا. فهذا كيتواجد بكثره في مناطق سوس جنوب المغرب، اللي كيختلف على الزعتر العادي. فاللي عندهم توفر يضيفوا، واللي ما عندوش يمكن له يعوضوا بزعتره. وعندي هنايا القليل من السلمية أو الميرمية، فكتضيفوا الأعشاب على حسب الرغبة. وكذلك هنايا عندي أوراق الكاليبتوس. فهادو ماشي أوراق الرند أو سيدنا موسى، لا، هادو أوراق ديال الكاليبتوس اللي فيهم حتى هما واحد المنفعة رائعة جدا. فهاد الأعشاب كاملين مناسبين لهذا الفصل. فهنا وريتكم باللي هادو الأوراق ديال الكاليبتوس ماشي ديال الرند أو لا سيدنا موسى. وبالنسبة للتوابل فغادي نحتاج الملح طبعا اللي كيبقى على حسب الذوق، ولا عفوا ربع ملعقة صغيرة من الإبزار اللي هو الفلفل الأسود، وربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل أو لا سكينجبير. وكذلك نصف ملعقة صغيرة من راس الحانوت أو لا المساخن. وعندي ملعقة صغيرة من الحبوب ديال الحلبة، هذه راه غير ملعقة صغيرة. وبالنسبة لهاد الزرارع الآخرين فهنايا عندي ملعقة صغيرة من الكمون حبوب ما مطحونش، وكذلك ملعقة صغيرة من حب الرشاد، ملعقة صغيرة من النافع اللي هو اليانسون، ملعقة صغيرة من حبة حلاوة أو الشمر، ملعقة صغيرة من إلان أو حبوب الداخن أو حبوب الماش، وكذلك ملعقة صغيرة من بذور الكتان أو زريعة الكتان، وملعقة صغيرة من السانوج أو الحبة السوداء. فكيكون هادو هما المقادير. وطبيعة الحال عندي جانبا الماء اللي درتو كيسخن باش غادي نبداو بالطريقة على بركة الله. فهنا كما كتلاحظوا في الطنجرة وضعت الماء اللي كيبقى دائما على حسب عدد أفراد الأسرة، وحتى سخن شويه. وضفت عليه حبوب الحلبة لانها هي اللي كتاخذ الوقت باش تطيب. وضفت عليها زيت الزيتون وحركتهم، وغادي نغطيها وغادي نخلي الماء حتى يغلى جيدا. وهنايا بالنسبه للتيشه او البلبله ديال الشعير فانا دزت باش نغسلها، فغسلوها من 2 إلى 3 مرات وصفيوها مزيان. عاد غادي نستعملها ان شاء الله، غادي نخليها جانبا. فهنايا من بعد ما فهنايا كما غادي تلاحظوا معايا الصفاره راني ما سديتش عليها، غير محطوطه وصافي. فهنا من بعد ما غلى لينا هذا الماء جيدا مع الحلبه وزيت الزيتون،
فهنا زيت الزيتون ضفت غير شويه لانني مازال غنضيفها في التقديم، وغادي نضيف عليها هاد الزرارع هادو لكي ياخذوا الوقت باش يطيبوا. ما غاديش ندير دابا الاعشاب، وغادي ندير كذلك هنايا البلبله ديال الشعير كما غادي تلاحظوا معايا. فهنا درت غير الحوايج اللي كيشدوا شويه الوقت في الطياب، وغادي نضيف كذلك التوابل، وغادي نحرك وغادي نغطي عليها. فهنايا الاعشاب ما غاديش نستعملهم دابا، غادي نغطي عليها، وضروري اننا نخليوها شويه منفسه الطنجره باش ما تفيضش لينا. غادي نخليوها حتى يبقى ليها 5 دقائق باش توجد، وعاد غادي نعاودو نتلاقاو باش غادي نضيفو عليها الاعشاب ان شاء الله. فالطنجره ضروري انها تكون منفسه كما كتلاحظوا. فهنايا دابا راها طابت، بقات ليها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى 7 ديال الدقائق باش توجد كما كتلاحظوا معايا. تجي على هذا الشكل وصراحة رائعة جدا. فهنايا غادي نوضع جميع الأعشاب إلا أوراق الكاليبتوس، غادي نخليهم جانبا لأنني غادي هكا غادي نفرتتهم بيدي باش هكا يكون عندنا قطع صغيرة ما نرميوهمش هكاك. وغادي نضيفهم على الحسوة ديالنا، وغادي نحركها جيدا، وغادي نعاود نسد عليها تقريبا كما قلت ما بين 5 ديال الدقائق حتى 7 ديال الدقائق كافية، لأنها راها طيبة. وضروري اننا نخليو الطنجره ديالنا منفسه واحد شويه كما كتلاحظوا معايا. فانا هنا درت ملعقه خشبيه، ضروري اننا نخليوها شويه منفسه، وغادي نعاودو نتلاقاو من بعد ما توجد ان شاء الله في طبق التقديم. فهنايا من بعد ما طابت كما كتلاحظوا جات خاتره. فهنا سمحوا لي تحذف لي المقطع فين ضفت عليها واحد الكاس ديال الماء غليان، فجات خاتره بزاف وانا ما كتعجبنيش تكون خاتره، كنبغيها تكون شويه جاريه. فضفت عليها الكاس ديال الماء غليان وعاود رديتها فوق النار لمده تقريبا 3 دقائق وصافي وجدات. فكيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي. فغادي نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. فهنايا بالنسبه للتقديم فقط حطيتها بهذا الشكل وزينتها بشويه ديال الكمون وكذلك زيت الزيتون. صراحه كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا رائعه لذيذه وفي نفس الوقت صحيه ومناسبه لهذا الفصل. فكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الوفاء ديالكم. وهنا كنكون وصلت نهايه الفيديو. شكرا لكم، بالصحه والراحه، وخليتكم على خير.